المعمل الكيميائي هو الجهة الوحيدة المختصة اللي من حقها تقول إذا كان ده مخدر هو أو غيره أو لأ. عشان كده ضابط المباحث لما بيعمل محضر لحد مسك معاها قطعة بنية اللون بيكتب في محضره إن دي قطعة بنية اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر، تشبه، ما يقدرش يقول إن ده مخدرات. أو مسحوق بيج اللون يشبه جوهر الهيروين المخدر، ما يقدرش يقول إن ده هيروين. ولا حتى وكيل النيابة لما بيفض الحرز هو بيعيد تحريزه تاني عشان يبعته للمعمل الكيميائي يقدر يقول إن دي مخدرات. هما بيقولوا إنها مشتبه بيها إنها مخدرات لحد بقى ما المعمل يجزم إذا كانت مواد مدرجة بجداول المخدرات أو مش مدرجة بجداول المخدرات. بس احتياطي يعني أي متهم بتقبض عليه معاه مخدرات قبل ما يعرف بقى تقرير معمل الكيمياء هيجي يقول ايه، بينكر، بيقول مش بتاعتي. حاجتك دي يا ابني مش حاجتك، يا ابني حاجتك لا مش حاجتي. في مرة واحد كانت لهجته زي أحمد عز في فيلم المصلحة كده، كنت أنا عندي وكيل نيابة في طلب وهو بيتحقق معاه مع وكيل نيابة تاني في نفس الغرفة مع المحامي بتاعه، كيس فيه كيلو مسحوق بيج اللون يشبه جوهر الهيروين المخدر. يعني المفروض ان ده كيلو هيروين. بتاعتك يا ابني؟ اه بتاعتي. والفلوس دي كان مبلغ كبير حوالي 200,000 جنيه. اه بتاعتي. كل ما كل النيابه يفض حرز يا ابني بتاعتك يقول له اه بتاعتي. المحامي قاعد معاه، المحامي بتاعه قاعد مستغرب، انا عمال اقول يا لهوي ده المحامي ده في موقف لا يحسد عليه، ده الواد ده لو قصد يروح طبليه مش هيعمل كده. فالمحامي استأذن من وكيل النيابه بيقول له استأذنك يا باشا، وبشد كرنه وماشي. الواد قام ماسك ايده، راح فين يا استاذ؟ اقعد. اقعد يا ابني حبيبي، انت انا كده هتحبس معاك، انت مش هتتحبس لوحدك. عشان تلف الايام بعد ما الولا ياخد 4 ايام حبس و15 استمرار يجي تقرير المعمل الكيميائي ان ده بودرة اطفاء حريق. البودرة اللي بتستخدم مادة من ضمن المواد اللي بتستخدم في اطفاء الحريق، البودرة دي. اتاري الولا زي ما كان متباع للحكومة، الحكومة كمان كانت متباع له وكان عامل حسابه، وقال على كل حاجة بتاعته علشان لما القضية تتحفظ يقدر يسترد حاجته تاني. بالمناسبة ده عجوة.